علق المدير الفني لفريق الزمالك على تعادل فريقه أمام المريخ في بطولة دوري أبطال إفريقيا. الزمالك تعادل سلبيا مع المريخ في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنين في ليبيا في الجولة الثانية من دوري المجموعات من البطولة القارية. ويتواجه الزمالك والمريخ في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا مع شباب بلوزداد والترجي الرياضي التونسي. وقال المدير الفني للزمالك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: هناك ركلات جزاء اليوم لم تحسب، وأضاف: نصنع الكثير من الفرص في بطولة الدوري ولا نسجل، وهذا الأمر يتكرر في دوري أبطال إفريقيا والمباريات صعبة. وتابع: الحكم لم يرد احتساب ركلة جزاء لنا اليوم، وكانت النتيجة ستصبح 1-0 ونصعد 3 نقاط مهمة. واختتم: الأداء كان جيدا وهذا ما أريد التأكيد عليه، نحن لدينا فريق نثق فيه لأقصى حد. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم الأخبار الحصرية. سلام.